واخا الجو سخون وما تقدريش على سخونيه الفران، هاد الكيك اللي داير ضجه كبيره كلشي كيهضر عليه، قلت مع راسي خاصني ضروري نجربو ونشوف واش فعلا كيستاهل هاد الضجه. مكونات بسيطه واقتصاديه، يعني اي واحد يقدر يوجدو والنتيجه خرافيه. كيجي بنين بزاف ومختلف على باقي الكيكات. ضروري تجربوه وما تبخلوش عليا بلي لايكات الفيديو من باب التشجيع على بركه الله. غادي ندوزو مباشر، غادي نوجدو الوصفه ديالنا، ولكن قبل غادي نوجدو المول ديالي. بالنسبه اللي خديت انا المول اللي كيتحل من الجوانب، فرشت ليه ورق الطبخ من الاسفل، والجوانب دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. على بركه الله غادي ندوزو مباشر لمكونات الكيك اللي هي سهله واقتصاديه جدا. كناخذوا واحد الاناء اللي كنديروا فيه قبصه ديال الملح، جوج ديال البيضات اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، وجوج اكياس من السكر لافاني. تقدروا ديروا غير واحد. كنخلطوا المكونات مزيان حتى كينسجموا لي، سواء بالطراب اليدوي ولا بالطراب الكهربائي. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت نباتيه، وجميع القياسات اللي غادي تشوفوا معايا او المكونات اللي غادي نذكر معكم. غادي نخدموا بالكاس ديال العنبه اللي كيوزن 150 ملي، يعني مقادير مضبوطه جدا. صافي كنخلطوا المكونات. من بعد ما كنضيف كاس ديال الحليب اللي كيكون بدرجه الحراره المطبخ. ودائما الحاجه الوحيده اللي كنأكد عليها، اي مكون ضفناه كنعطيوه الحق ديالو ديال التخلاط، كنخلطو مزيان. ثم كنضيف جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، من الدقيق الابيض اللي كيكون نوعيه ممتازه. كنكونوا مغربلين من قبل، ونعمر الكيسان ديالي حتى كنعمر جوج ديال الكيسان مع جوج اكياس ديال الكاكاو، اولا جوج معالق كبار ديال الكاكاو اللي كيكون نوعيه ممتازه، وجوج اكياس ديال خميره الحلوى من فئه 8 غرام او 7 غرام. صافي وكنخلطوا المكونات لا زياده ولا نقصان. كتجي الكميه ديال الدقيق هي هذيك مع الكاكاو والخميره، والقوام كيجيني هو هذاك. اخر مرحله كنضيف ملعقه كبيره ديال الخل حتى كنخلطو مزيان. كندخلو النواشف في الخليط. الخل هو اللي كيعطيني لنا واحد الهشاشه لهذا الكيك. من بعد ما كنضيف معلقه كبيره من الخل، هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. مباشر غادي تفرغوا الكيك ديالي في المول اللي كنا وجدناه من قبل، وغادي نخليو المول ديالي على جنب، ما غاديش ندخلوه الفران. في هذه المرحله غادي ندوزو نوجدوا الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو واحد الكاسرونه اللي غادي نوضع فيها الكريم باتيسري، 3 ديال المعالق كبار اللي كيكونوا عامرين ديال الكريم باتيسري. تقدروا تعوضوا بالنشا، ولكن راها الكريمه باتيسري كتعطي واحد المذاق واللون ممتاز في هذا الكيك اللي فيه الشكلاط. كنضيف عليهم 3 المعالق كبار ديال السكر. دائما السكر راه كيبقى لكم حسب الذوق، كما بغيتو تزيدوا اولا تنقصوا. وساشي ديال لافاني، ونصف لتر ديال الحليب. هنايا كما شفتوا معايا الحليب نصف لتر. كندوبوا هذه كريم باتيسري مع التخلاط، نخلطوا كلشي على البارد، وغادي نمشيو فوق البوطه. دائما الكريمه ديالكم تكون على عافيه اللي كتكون متوسطه مع التحراك المستمر.
خصوصا هاد الكريمه هادي ما بغيناهاش تعقاد بزاف وما تخليوهاش تكون خفيفه بزاف. الا درتوها خفيفه غادي تنزل لكم في الكيك وما غاديش تجيكم وسط الكيك، والا درتوها ثقيله غادي تبقى لكم الفوق من الكيك. اذا خاصكم تحصلوا على الكريمه ديالنا على هاد القوام، ومباشر هي سخونه كنكبوها على في وسط ديال المول على الكيك بهذا الشكل في الوسط، يعني ما كنديوهاش للجوانب باش تجينا هي هذيك. وغادي نديوها للفران، ندخلوها على النار تكون مهيله. الفران غادي نطيبوه في الفران كهربائي او الفران الغازي. من بعد ما خرجنا الكيك ديالنا، انا الفران ديالي كنت دايره ليه 160 درجه، ودخلنا الكيك ديالنا من الاسفل كنحسب ليه 35 دقيقه. الى عندها فران غازي او فران كهربائي انت كتعرفي الفران ديالك والطريقه الصحيحه للطياب ديالك ديال الكيك، سواء كان فران بارد او فران سخون. كنخليو الكيكه ديالنا حتى من بعد ما كطيب كنخليوها تبرد مزيان، عاد كنزينوها. كما كتلاحظوا انا زينتها بالشكلاط من نوعيه جيده، دوبتها وضفت ليها واحد دانون ديال الشكلاط صافي. تزيين كتبقى خطوه اختياريه وحسب ذلك الشيء اللي عندكم متوفر لكم في الدار. من بعد ما زينت كذلك بواحد شويه ديال الشوكولا مبشور هكا باش كنعطيو واحد اللمسه، خصوصا اللي عندها الوليدات فاش كيشوفوا كيك بحال هكا راه كيحماقوا عليه. وفعلا كيستحق الكيك ديالنا هاد الضجه كامله. قطعت معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، صراحه اكثر من رائع. الحاجه الوحيده اللي ناكد عليكم هي خليو الكيك ديالكم يبرد مزيان مزيان. من الافضل انكم تخليوه في الثلاجه حتى كيبرد وكيتماسك لكم. الكيك كيجي اكثر من رائع. كذلك المزيج ديال الشوكولا والفاني والكريم باتيسري، يا سلام، غير جربوه على حسابي. واخا الحراره ما غاديش تندموا لانه فعلا كيجي منعش وكيبرد. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله. ما تنسونيش بالبارطاج الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش اللي مازال ما جربش هذا الكيك ينوض دابا يجربه. يلا خليتكم على خير، الى فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.